مثل ما قلنا طبعا غنايه جميله غاب بدري على من يجيبه، واحنا ما نبي يغيب البدر، فبالتالي احنا نهتم كثير بصحتكم اكيد، وما شاء الله احنا نشوف المدخنين حوالينا كثير، وجميل طبعا بان دوله الكويت وكثير من دول العالم ايضا توجهوا الى تقنين هذا الموضوع ومنع التدخين في الاماكن المغلقه، ونشوف فعلا صار في تشدد اكثر على هذا الموضوع بالمولات، وهذا شيء طبعا وايد اعتقد يعني حركه تحسب لهم فيعطيهم الف عافيه. المشكله ان السجاير قاموا يتفننون، قاموا يطلعون سجاير على طعم، على الوان، على شكل. احنا اليوم راح مثل ما هو طبعا هذه بعد ما تنكسر طريه. اليوم العالمي للتدخين، طبعا مكافحه التدخين هو يصادف 31 مايو من كل عام، للاسف طبعا انتشر في اشكال كثيره مثل ما قلنا هالايام بعد هابين بالفيب وغيره، وايضا هذه لها اضرار كثيره. المهم هذا اليوم يشجعون من خلاله على الامتناع عن استهلاك كل اشكال التبغ 24 ساعه في كل انحاء العالم. وش رايك يا فاطمه؟ يعني نتمنى فعلا ان الشباب خاصه يقطعون التدخين نهائيا. مثل ما ذكرت عبد الرضا ان الحين صار في انواع بعد للتدخين، كأن الموضوع صار تشجيع وفي انواع كثيره، فممكن الواحد يختار اي نوع. نتمنى ان ايضا تنقطع كل هذه الانواع من الاسواق. طبعا الكل يسعى في المجتمع اليوم خاصة بشكل أكبر لجذب الاهتمام العالمي حول السيطرة بشكل واسع على استخدام التبغ والتأثيرات السلبية لا. وللحديث أكثر عن آفة التدخين يسعدنا أن يكون اليوم معنا في الاستديو السيد أنور بورحمة، رئيس لجنة مكافحة التدخين بالجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان والأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة التدخين. صباحك الله بالخير أستاذ، ومنورنا في صباح الخير يا كويت. حياكم الله ويا اهلا مرحبتين فيكم. حياك الله معنا. وشيء طيب منك استاذ عبد الرضا انك انت تكسر السيجاره هذه، تقول حق الناس على الاقل سمعونا بدون سجاير. بالضبط. راح طبعا اكيد ناخذ معلومات زياده من الاستاذ الفاضل، لكن بعد هذا التقرير. يحتفل باليوم العالمي لمكافحة التدخين حول العالم في 31 من شهر مايو من كل عام، من أجل التشجيع على الامتناع عن استهلاك جميع أشكال الصبغ مدة 24 ساعة في جميع أنحاء العالم. كما يسعى هذا اليوم بشكل أكبر لجذب اهتمام العالم حول السيطرة بشكل واسع على استخدام التبغ وإلى التأثيرات السلبية له التي باتت تؤدي إلى الموت سنويا في أرجاء العالم. وفيما يتعلق باليوم العالمي للامتناع عن التدخين في 2016، تدعو منظمة الصحة العالمية جميع البلدان إلى الاستعداد للتغليف البسيط لمنتجات التبغ للتقليل من جاذبيتها. نرحب طبعا بالاستاذ انور بورحمه، نقول حياك الله معنا في هذا الصباح. حياكم الله ويا اهلا مرحبتين فيكم. حياك الله معنا في صباح الخير يا كويت. طبعا التدخين من العادات السيئة اللي تضر بصحة الإنسان، واليوم في يعني تذكير للناس في هذا اليوم لمحاربة التدخين بشكل كبير. بالنسبة لمشاركتكم في هذا اليوم شلون راح تكون؟ احنا اول شيء نرحب فيكم ونقول لكم جزاكم الله خير على هاي الاستضافه وعلى القاء الضوء على مشكله التدخين اللي هي صارت تأرق كل المجتمعات سواء صح. العربيه او العالميه او جميع الدول. طبعا اليوم العالمي هذا في كل سنه تختار منظمه الصحه العالميه شعار لهذا اليوم علشان تسوقه او تتكلم فيه لمده سنه كامله ليه 31/5 من السنه القادمه. نعم. شعار السنه هذه لمنظمه الصحه العالميه اللي هو استعدوا للتغليف البسيط. اليوم احنا قاعدين نشوف الباكيتات فيها الوان وزخرفه علشان تجذب اللي هم المراهقين. نعم. اليوم منظمة الصحة العالمية اتجهت بأنه يكون التغليف بسيط، يكون ما فيه الألوان، علشان الرسالة تكون واضحة، سواء لو كانت صورة تبين مشكلة التدخين أو لو كانت اللي هي بعض الفلاشات التوعوية والصحية اللي تخاطب المدخن. بعض الدول
اتخذت قرار من 2017 راح يكون هذا التصميم اللي هو التغليف البسيط للسجاير. باكيت بيسك يعني ما عليه بيسك، ما زخرفة في اي لون، يكون اللون البسيط الخفيف سواء البني الابيض ايا كان، عشان اي رساله تحطها تكون واضحه. نعم. ولا تغطيها اللي هم شركات الدعايه علشان يغطونها باللي هو الالوان والبهرجه. نعم. احنا كجمعيه استعدينا له من اول شهر 4 هذا اليوم اللي هو 31/5. سوينا اللي هو توعيه لجميع الجامعات الخاصه والحكوميه مع اللي هو رابطه طلبه كليه الطب. للامانه افترينا المولات وافترينا اللي هم الجامعات الخاصه والعامه. لكن في هذه الجوله اللي سويناها تقريبا لمده شهر كامل للحين ما خلصت، بس لان الحين طلبتنا اللي هم طلبه الجامعه الطب عندهم الدراسه فوقفنا احنا اليومين، راح نرجع في اول الاسبوع القادم. نعم. للامانه شفنا من السلبيات والمظاهر اللي هي تعور قلبك، بان الطلبه اللي ب 18 و19 و20 عندنا جهاز نفحص فيه اللي هو اول اكسيد الكربون في نعم. الصدر. الجهاز يقيس يعطيك من رقم 1 الى رقم 100. المفروض انه من 5 وتحت يكون يعني جسمك نظيف، ما عندك انت ما تدخن، ما تخالط مدخنين. الظاهره الغريبه ان شفنا اكثر من واحد رقمه 95 98 100. وهذه ارقام تخرع من طلبه اللي هو يعني في عنفوان الشباب، ويكون رقمه 100. اقول انت شلون تمشي؟ نعم. فهو يقول انا كذي، اقول له مو انا، هذا الجهاز. الجهاز. نعم. في واحد من الاشياء اللي تضحك يعني انه هو يعني يقول انا ما ادخن بس يقعد مع مدخنين. اللي نعم. هو الديوانيه، طلع رقمه 30 وفي منهم رقمه 15 وفي 20. هذا يبين لك ان في ناس تقعد ضحك وقشمره مع ربعهم بالديوانيه بالسياره، لكن هو قاعد يدخن ولا يعلم بان صدره متاثر قاعد يسكر شرايين قلبه شوي شوي. نعم. الشيء الثاني نحن باللي هو تفعيل قانون مكافحه التدخين اللي هو ماده 56 من قانون 42 على 2014 اللي هو قانون حمايه البيئه. امانه شرطه البيئه يعني شرطه فاعله واداره فاعله من خلال مديرها اللي هو النشط اللي هو حسين العجمي. الامانه نشط جزاه الله خير. قاموا يتحركون بالاسواق بالمولات في الاماكن العامه ويخالفون الناس. علشان كذي نتمنى انه يكون تفعيل لهذا القانون في اللي هو بدايه السنه هذه. مواكبه مع اللي هو تطبيق القانون واللي هو اليوم العالمي، سوينا احنا الحين قاعدين نعمل على استبيان نقيس فيه اللي هو ظاهرة التدخين عندنا بالكويت بعد تطبيق القانون وبعد اللي هو التوعية اللي قاعد نسويها احنا أو وزارة الصحة أو الجهات الثانية المختصة أو اللي مهتمة في مكافحة التدخين. تقريبا عينة احنا تقريبا مو أقل من 6000 عينة. اليوم وصلنا بحدود تقريبا 3500 واحنا قاعدين نكمل علشان نوصل ل 6000 ونشوف العينه احنا وين نوصل في التدخين. طيب ما شاء الله جهودكم يعني واضحه في هذا المجال كبيره، قاعد تحاولون كل شيء، لكن ايضا تجار شياطين. قاعد نشوف هذه الايام خصوصا مثل انتشار موضوع السيجاره الالكترونيه وصارت هبه فعلا. شنو تحرككم تجاه هذا الموضوع؟ الأمانة يعني أنا عضو في اللجنة، تشرفت أن أنا أكون عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين مع وزارة الصحة، وهذه الشيشة والسيجارة الإلكترونية عرضوها علينا عشان تدخل الكويت من أحد المنتجات اللي هي السجاير. اللجنة طلعت قرار بمنع السيجارة الإلكترونية والشيشة الإلكترونية. صح، في فترة منعت من زمان هي ممنوعة. وما زالت ممنوعة؟ ممنوعه هي. ليش لا بس صارت مدرس خصوصي، ماكو مدرس خصوصي والكل البيت مدرس خصوصي. في شيء ثاني بعد عشان اوضح لك الحين كل من بيده هذا الفيب هابين فيه. الشيء الثاني اللي اقول لك اياه انه هو حتى في قرار من اللي هو الجي سي سي اللي هو المكتب التنفيذي لوزراء الصحه الخليجيين بمنع السيجاره والشيشه الالكترونيه من دول الخليج عموما، وفي قرار في هذا الشيء. احنا بالكويت الامانه مع الاسف يعني اخترقوا هذا القرار في فتره معينه. اي سمحوا كم يوم مش عارف. سمحوا 3 ايام ودخلوا تقريبا كميات بالهبل اللي هو كنت للاسف أو 3 يعني شيء ممنوع مع الاسف يعني وردوا منعوه مره ثانيه. طبعا هذه الاختراقات اللي تصير من ناس متنفذين، من ناس اصحاب نفوذ، قدر يدخل كميه كبيره بالكويت. واليوم تشوف الشيشه الالكترونيه والسيجاره الالكترونيه يتمشون فيها بالمولات نعم كأنه شيء عادي، على تشيز كيك ومافن وكوكيز. في اكثر من 7000 نكهه
بالشيشه والسيجاره الالكترونيه. للأسف. في اكثر من 5000 نوع من الشيشه والسيجاره الالكترونيه. هذه الحين يعني مع الاحترامي حق الشركات التبغ، لكن هم المنظمات والحكومات بدات تضغط عليهم، فشركات التبغ دورت لها منفذ ثاني عشان ما تجيب اللي هو الولعه اللي هي شو اسمها الولاعه. نعم. راحوا اخترقوا اللي هي السيجاره والشيشه الالكترونيه اللي هي تشتغل على اللي هو الشيب والالكتروني. نعم. من خلال اون اوف، وتشغل وتشرب وتحطها مخباتك مره ثانيه. اليوم بالسوق تقدر تمشي ما تلاقي الا غيمه بيضة دار مدارك، ويتفننون شباب. وهذه مع الاسف ترى فيها من المضار الصحيه. نعم. والمضار اللي تاثر على الجسم مثل ما تاثر. نعم. فيها السيجاره. يمكن تكلمنا عن الاضرار، ووسائل التواصل الاجتماعي تكلمنا من خلالها على الاضرار، من خلال ايضا البرامج، وعين الناس على اضرار التدخين وخاصه في السجائر الالكترونيه. لكن وين دور الاسره؟ يعني مهما منعت من السوق السجاير ولا سوينا حملات كثيره نوعي المجتمع، دور الاسره انا اشوف انه هو الابرز في انتشار هذه الظاهره. لما الابو يدخن يم عياله ويكون هو القدوه لهم، فهالشيء يمكن يحفز عند خاصه المراهقين والشباب. اذا شاف ابوه يدخن خلاص يشوف انه هو كانه رمز لرجولته، انه هو بعد لازم يدخن حاله حال ابوه. هو شوفي، احنا الامانه هذه الرساله اللي احنا نعتمدها في اغلب محاضراتنا واللي هو التوعيه، سواء في المدارس او في المجمعات او غيرها، بانك انت يا الابو او القدوه لا تخلي ولدك ولا تخلي بنتك تشوفك وانت تدخن. لان يوم اللي تشوفك وانت تدخن السيجاره الالكترونيه باي نوع، سيجاره، بايب، شيشه، ايا كان، راح تكون ضعيف قدام هذا الطفل انك تقول له لا تدخن، لانه هو يشوفك انت قدوته. صح. يشوفك انت اللي هو الهاله الكبيره اللي ياخذ منها كل شيء. فيوم اللي يشوفك قاضب السيجاره معناته ان انت عندك هذا شيء طيب وهذا شيء زين. فاحنا نقول له انت يا مدخن، إذا أنت تدخن وابتليت في هذه المشكلة وخرها عن عيالك، لا تدخلها. نعم. لا تدخلها قدام. الشيء الثاني، اليوم السيجارة الإلكترونية علشان والشيشة الإلكترونية علشان يخلونها تكون داخل البيت وداخل الأسرة وداخل كل مكان، حطوا لها طعم. الطعم هذا يخلي الواحد لما يمشي، حتى الصغير لما يشرب السيجارة الإلكترونية ويجي عند أبوه ما يشم تفاح، يشم برتقال، يشم كوكيز، أي نوع من اللي تبيه أنت. فهني وخروا عن مفهوم اللي هو السيجارة وريحتها إلى اللي هي النكهات. لكن آخر تقرير من منظمة الصحة العالمية أثبتوا إن السيجارة الإلكترونية والشيشة الإلكترونية فيها من المضار الصحية، خصوصا في تسخين المادة، لأنه هو يكون مثل سائل ويمر على تسخين، والتسخين هذا هو اللي يعطيك اللي هو البابلز والبخار. البخار هذا بعد تسخينه راح يعطيك من المضار الصحية اللي هي تؤثر على الجسم وعلى صحة الإنسان. طيب ايش كثر تعاون ترى اللي بينكم وبين عيادات لا للتدخين؟ احنا يعني لنا الفخر بان احنا اللي اسسنا عيادات لا للتدخين في الكويت. في سنه 95 قدمت تقرير الى وزير الصحه من خلال جمعيتنا بمشاركه كل الجهات الحكوميه، الصحه، التربيه، الاعلام، جمعيه الصحفيين، كل شاركوا معنا، حتى الكشافه، وطلعنا تقرير. وهذا التقرير رفعناه الى وزير الصحه في حينها اللي هو في سنه 95 96، وأوصينا في هذا التقرير بأنه يفتح عيادات في كل منطقة صحية. طبعا هو خذ القرار طويل، من 96 افتحوا في 2003 افتحوا العيادات، لكن حنا كنا من 1980 عندنا حنا عياده نعالج فيها المدخنين، ولليوم نعالج فيها. عيادات لا للتدخين للامانه هي رادف قوي من وزاره الصحه. اليوم في كل محافظه في عياده، في 7 عيادات موجوده في منتشره بالكويت، بالاضافه الى العيادات الجمعيه في بالجهره، في بالسالميه، في الفحيحيل، في بالسالميه، في الفيحة. هذه كلها عيادات تعالج التدخين وهي بالمجان. نعم، حلو. يعني هذه العيادات قاعد تغطي ما شاء الله اغلب مناطق والمحافظات في الكويت. راح نكمل حديثنا معك استاذ انور، لكن من بعد ما نشوف هذا التقرير. ازدياد
ازدياد نسبة المدخنين في دولة الكويت أصبح يشكل تحديا كبيرا، ما جعل قانون منع التدخين في المرافق الحكومية والأماكن العامة أمرا ضروريا. فقد تم فرض غرامات غليظة على المدخنين في الأماكن العامة نظرا لما جاء في قانون 1995 الخاص بهذا الشأن. فالتدخين أصبح يشكل خطرا حقيقيا يهدد الصحة العامة بتأثيراته السلبية على معدلات الإصابة بالأمراض الأخرى الخطيرة. معنا اليوم السيد انور ابو رحمه رئيس لجنه مكافحه التدخين، وقاعد نتكلم عن اليوم العالمي لمكافحه التدخين. يمكن بس ودي قبل ان نسترسل زياده موضوع السيجاره الالكترونيه، لانها فعلا منتشره صارت بشكل كبير جدا. البعض يقول بان ما منها ضرر. طيب يا ريت، لان وانا جربت، يعني انا اسال ربعي يقول لك لا هذه ما فيها شيء، والله اذا يمكن ترى ما طلع ولا شيء. يا ريت شوي بس اذا امكن نشرح شنو مضار هذه السيجاره الالكترونيه، او مثل ما حابين فيها اللي على قولتهم شباب الايام كول صايرين يسمونها الفيب. اي هو شوف، يعني خلينا نتكلم بصراحه اكثر وبطريقه علميه افضل. يعني عملوا دراسه في بريطانيا بان ويابوا كل اللي هو انواع السجاير، سواء البايب، الشيشه، السيجاره التقليديه، السيجاره الالكترونيه، كل انواع اللي هو السيجار وغيره. لقوا ان اعلى معدل تلوث ويعني مضار صحيه على جسم الانسان اللي هي السيجاره، وبعدين الشيشه وغيره 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 وغيره. يات في اخر مرحله او اخر معدل اللي هي السيجاره الالكترونيه، لكن هم فيها ضرر. علشان كذي الدوله الوحيده في العالم اللي اليوم تعتمد السيجاره الالكترونيه كبديل للسيجاره التقليديه ونوع من انواع العلاج اللي هي بريطانيا. ومصرح فيها من وزاره الصحه بان تعطيك الدكتور يصرف لك اياها بانها هي علاج. لكن كل دول الثانيه العالم اللي هو امريكا كندا اليابان وغيرها، كلهم معتمدين ان هذه من المضار الصحيه اللي حالها حال اي نوع من انواع التبغ. علشان كذي بعد هذه الضجه الكبيره من بريطانيا انها تعتمدها بانها وسيله من وسائل العلاج، الناس بدات تتكلم فيها بانها اخف وغيره. انا عندي اكثر من واحد من الاصدقاء يقول احنا جربنا الشيشه الالكترونيه وقطعنا السيجاره التقليديه، قمنا نشرب الشيشه الالكترونيه واخف واكثر، وصرنا حين ما قمنا نكح والنوم عندنا تعد. انا ما اقول لك ان هي مو اخف، لكن هي فيها ضرر. اليوم لما نتكلم عن السيجاره التقليديه في 1900 اول ما بدات السيجاره، الدكاتره كانوا يصرفونها ان هي علاج. في 1910 و20 ل 30 ل 50 كانوا يصرفونها كعلاج، لان هي تهدي الواحد وان هي فيها الراحه النفسيه للمدخن. اي مثل ما الغريب مال اليهال قبل. جزاك الله خير. بعدين بعد 1950 بدات تطلع البحوث والدراسات بانها مضره لجسم الانسان، لان هي حالها حال الهيروين والانواع الثانيه. اليوم السيجاره الالكترونيه ما صار لها 10 سنوات، يعني هي بدات من 2001، لكن بدات في عنفوان انتشارها في 2007. اليوم صار لها تقريبا نتكلم 9-10 سنين. لليوم الدراسات ما هي واضحه بالشكل الصحيح علشان تقدر تتكلم بطريقه علميه واضحه عن مدى ضررها الصحي على جسم الانسان. لكن خلينا نعطيها بعد فتره، بعد 10 سنوات، وراح تشوف مضارها الصحيه على جسم الانسان، وراح يفكرون لك اللي هم شركات التبغ بوسيله ثانيه غير السيجاره الالكترونيه والشيشه الالكترونيه عشان يدخلون لك فيها. لان اليوم الشركات التبغ على مستوى العالم من اكثر الشركات عالميا في ربحها اللي هي الربح المادي بتسويق السيجاره. للاسف يعني رغم المضار الكبيره اللي تدفع من مليارات الدنانير الدولارات علشان تسوق اللي هي السيجاره. وانا استغرب دائما لما نشوف الاعلانات، دائما يكون في نهايه الاعلان في تحذير، رغم هذا المدخنين مصرين على التدخين. وانا من وجهه نظري بكل صراحه ان المدخن يعيش في حاله من الانانيه، انه هو بس قاعد يضر نفسه، قاعد يضر الاخرين من خلال التدخين، خاصه
في الأماكن العامة. هل راح تكون في هذه السنة حملة وتكثيف لتطبيق القانون بما يخص التدخين في الأماكن العامة، خاصة الحين الصيف على الأبواب والكل راح يسافر في المطار تحديدا؟ راح يكون في حملة مكثفة لمحاربة هذه الظاهرة السلبية؟ احنا الامانه يعني انا من خلال برنامجكم الكريم هذا يعني اشد واشكر اللي هو اداره شرطه البيئه ممثله في المقدم حسين العجمي. شكلنا لجنه من مده الشهر اللي فات تقريبا، وهذه اللجنه درست طريقه تفعيل قانون مادة 56 من القانون رقم 42/2014 اللي هو خاص بالتدخين، وكذلك العقوبة الخاصة في التدخين اللي هي رقم المادة 138. وطلعنا بعض التوصيات، وهذه التوصيات تم رفعها إلى وكيل وزارة الداخلية، ونتمنى أن هذه التوصيات وهذا التقرير يعني يعتمد، لأن في اعتماده راح يبدون اللي هم إدارة شرطة البيئة بتفعيل هذا القانون، واللي هو انتشار الضبطية القضائية الصحيحة. فنتمنى احنا ان شاء الله تطبق الاخير. لا عشان كذي لما تقول لي إن هل راح يكون في تطبيق او لا، انا اقول لك في تفعيل، في دراسة، في جدية بتفعيل القانون، لكن بعض الساعات الروتين شوية هو اللي يخليك شوية توقف. لكن نتمنى ان شاء الله في القريب العاجل تلاقين دولتنا الكويت الحبيبه خاليه من التدخين. طبعا كثير من الناس على فكره يأيدون هذا الموضوع، والبعض يعني ايضا يعارض، وكل من له اسبابه. كاميرا صباح الخير سوت استطلاع باراء الناس، خلينا نشوفها مع بعض. طبعا انا اؤيد منع التدخين في الدوائر الحكوميه والمجمعات التجاريه، يعني لاسباب كثيره. يعني المجمعات والدوائر الحكوميه فيها عوائل واسر واطفال ما بيهم يقتدون بالشخص المدخن، ذلك فيها امراض وفيها مضار صحيه للشباب صغار السن. بالنسبه حق منع التدخين في الاماكن العامه، انا ايد هذا الشيء 100%. ليش؟ لان في المجمعات في الشياب وفي الصغار وفي المرضى، كلهم أو في منهم يتأثر بالتدخين، فأنا أيد هذا الشيء. طبعا بالفترة الأخيرة قاعد نشوف ظواهر سلبية موجودة إذا كان بالمجمعات أو دوائر حكومية، وهي ظاهرة التدخين. للأسف أن في بعض الناس يتأذون من التدخين السلبي، قاعد تشوف أطفال أو حتى نساء وغيرهم يمرون وهم ما لهم علاقة أصلا، فريحة الدخان تأثر عليهم بطريقة سلبية. فنتمنى مع الفترة الأخيرة سالفة شرطة البيئة ولا قوانين البيئة بشكل عام نحد من الظاهرة هذه. أنا طبعا مع منع التدخين في الأماكن العامة، لأن طبعا هذا التدخين راح يسبب يعني أمراض للمدخن نفسه وحتى الناس اللي حواليه. طبعا هذا منظر غير حضاري ومنظر غير صحي. المشكله ان احنا نلتزم برا الكويت في الشغلات هذه، وداخل الكويت اغلب الاحيان ما نلتزم للاسف. فالمفروض يحطون قانون قوي، قانون رادع يمنع المدخنين في الاماكن العامه. بالنسبه للتدخين انا ايد ومن المؤيدين لمنع التدخين في الاماكن العامه، في الوزارات، في اي مكان عام. التدخين مضر لصحه الانسان، مضر حتى للي حوالين المدخنين. اي نعم اكيد ايد منع التدخين في الاماكن العامه، لان في ناس، في عوائل، يعني انت لما تدخن تضر هالناس هذه، في ناس عندها حساسيه من هالموضوع. ف يعني بشكل عام انا مؤيد منع التدخين. رجعنا مع ضيفنا الأستاذ أنور برحمة. شهر رمضان إن شاء الله على الأبواب، باقي أيام، شو ممكن المدخن يعني يستغل الشهر الكريم في أنه هو يقطع تدخين نهائيا؟ هي أول شيء يعني شهر فضيل جاي، شهر فيه عبادة، شهر الواحد يقول أن كل الإيمانيات تتجمع في هذا الشهر، ففرصة أن الواحد يتخذ قرار وياخذ قراره بأن أنا في هذا الشهر راح اقطع التدخين. اللي قادر يقطع التدخين اليوم، حنا الصلاه الاذان الساعه كم ياذن؟ الساعه 3 و16 دقيقه فجر، ونصلي المغرب الساعه 6 و42 دقيقه. يعني هالفتره من الساعه 3 الى الساعه 7 الا انت قادر تقضي بروحك، وتجي على الساعه ب7 الا ربع
تذبح روحك بهالتدخين هذا. عبالك انت عبالك خزان قاعد تعبيه علشان تقدر تفرغه في الايام اللي هو خلال رمضان، ساعات رمضان، نعم. وهذا غلط. فانا اتمنى من الناس اللي هي قاعد تدخن واللي هي مبتلشه في مشكله التدخين بانه يكون شهر فضيل هذا شهر انك تكون في عندك قرار تاخذه بان انا خلال الشهر هذا راح اقطع التدخين. اتمنى الشيء الثاني اللي هو العائلات والاسر بانها يشوفون عيالهم، خصوصا ان احنا اليوم عندنا عطله من 3 اشهر اليوم تبدي من الحين لشهر 9. نعم. انا متاكد ان الشباب والعائلات يطلعون في هالاسواق والسفره، اتمنى يشوفون عيالهم يشمون ريحه هدومهم. صح. ترى الصاحب ساحب. بالضبط. يعني اليوم بيطلع مع ربعه بس، واغلب الشباب لما تقول يقول لك مو انا اللي معاي بالسياره، رفيجي هو اللي قاعد يدخن، وهو تلاقيه هو اللي قاعد يدخن. فاتمنى يعني ان الاهالي يشوفون عيالهم. رمضان هذا شهر فضيل بانه هو انه. الشيء الثاني احنا سوينا حمله كانت مع الجمعيات التعاونيه، لقينا من خلال الحمله هذه قمنا نروح مع اللي هو اعضاء مجلس الاداره نشوف وين في يدخلون الشباب، خاصه الفروع، تلاقيه ورا الفرع قاعد وقاعدين 3 4 يدخلون سجاير. نعم. فانا هي اتمنى ان على الاقل الجمعيات التعاونيه تمسك اللي هي توزيع السجاير وبيعها في الفروع، وتخليها اذا مو من خلال كشك داخل الجمعيه تكون منعها، او من خلال كاشير علشان هو اللي يعطي الكبار ما يعطي الصغار. نعم. الشيء الثالث ان اللي هم الدكاتره يتكلمون بطريقه صحيحه، لان في وايد من الدكاتره لما تحاشي يقول لك ترى خصوصا في لغط اليوم صار ان ترى الشيشه الالكترونيه صح ما فيها مشكله، السيجاره التقليديه لا فيها مشكله. وكثير من الدكاتره الاخصائيين يتكلمون بان ترى السيجاره الالكترونيه هي وهذا مش ثابت، وهذه مشكله اذا كان واحد متخصص طبيب يتكلم بهذا المفهوم. انا اتمنى طبعا بدال السيجاره الالكترونيه والفيب اللي حابين فيها الايام الكوكيز والتشيز كيك يحطونهم كذي على نكهه بصل. اي صح، ايدهم مثلا فلفل. الله فلفل حل مناسب راح يكون عشان يقطعون التدخين نهائيا. كل الشكر طبعا لضيفنا السيد انور ابو رحمه، رئيس لجنه مكافحه التدخين بالجمعيه الكويتيه لمكافحه التدخين والسرطان والامين العام للاتحاد الخليجي لمكافحه التدخين. على وقتك، يعطيك الف عافيه. انا شاكر لكم، حياكم الله، شرف. واشكركم على هذا الاستضافه وعلى هذه اللقاء الطيب. شكرا لك. اذا ننتقل الحين الى زميلنا دينامو، طبعا في اطار استعدادات بلديه محافظه العاصمه لشهر رمضان المبارك، جوله تفتيشيه. نجيب القحطاني زميلنا طبعا رافقهم في هذه الجوله، نشوف يا ترى شنو عندهم بعد ما نقول له اكيد صباح الخير.